السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يومكم ان شاء الله كده مليان بالتفاؤل والسعادة والامل عليكم وعلينا يا رب، يا احلى متابعين في الدنيا. ما ننساش بقى حبايبي نعمل لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تشوفوه. شايفين بقى طبق البطاطس الجميل ده؟ طبق البطاطس ده عاملينه على البخار من غير ميه خالص. اول حاجه كده بقى حبايبي بنقشر الايه، البطاطس. كنت منزله كده ايه يعني من كذا يوم كده ولا حاجه، إيه فيديو كده كنت منزله طبق البطاطس ده، بس ما كنتش مصوره الفيديو. فصورته لكم اهوت يا حبايبي. طعمه جميل من بساطته، بسيط جدا مفيهوش اي حاجه، بس طعمه حلو. اول حاجه كده بقى طبعا بقشر البطاطس زي ما انتوا كده شايفين يا احلى متابعين في الدنيا. طبعا كميه البطاطس اللي انتوا عايزينها بتعملوها. حابين تعملوا بقى كميه كبيره كميه صغيره زي ما انتوا عايزين. طبق جميل كده جنب العشاء جنب الفطار، بيبقى طعمه في منتهى الجمال. مستخدمة كده او ايه، او هعمل كده 3 بطاطسات بقشرهم. طريقة حلوة كده، لازم ايه نغير كده طبعا. نعمل مثلا مرة محمر البطاطس، مرة نعملها البطاطس السلطة، مرة نعمل الطريقة الجميلة دي. بس عايزة اقول لكم لما تجربوا الطريقة دي مش هتبطلوا تعملوها من حلاوتها وسهولتها، وبسيطة خالص ومفيهاش اي حاجة. او بغسل كده طبعا البطاطس كده تحت الحنفية. طبعا في طرق كتيرة طبعا بالبطاطس وليها استخدامات كتيرة طبعا، بس عشان احنا بس متعودين يا اما نعملها للفطار، يا اما محمرة، يا اما بطاطس سلطة. الطريقة دي حلوة برضه، هي برضه شبه البطاطس السلطة بس مسويينها كده حبايبي على البخار. هقطع كده ايه البطاطس في تقطيعتين، ممكن ايه اللي انتوا تقطعوا بيها. اول طريقة اللي انا هقطعها دي، وممكن ايه تشوفوا الطريقة التانية. وانا برتاح او يعني ايه الاسهل ليا الطريقة التانية من غير ايه، من غير القطاعة. بس حبيت كده اوريكم الفكرتين. اه قطعتها كده زي ما انتوا شايفين، بروح مقطعاها كده زي الصوابع كأنها هحمرها. وبعد كده بقى اروح ايه عاملاها كده ايه مكعبات صغيرة. اهو شايفين بنقطعها كده مكعبات صغيرة كده على قد ما نقدر. اهو شايفين عاملة ازاي. نكون بقى كده حاطين جنبنا طبق او حاجة وايه، ونروح حاطين فيها كده بقى الطريقة التانية. والطريقة التانية دي اللي انا بعملها بحسها اسرع واسهل. اهي. وبنقطع كده، تتقطع برضو معايا هي مكعبات صغيرة. وبكمل بقية البطاطساية برضو بروح مقطعة. اتقطعت نفس الاولانية. الاسهل ليكوا اعملوه كده. طبعا بعد ما اتقطعت هنجيب بقى ايه التوابل اللي احنا عايزينها. انا كده إيه رشة كده من الملح، وهنحط برضو كمان رشة كمون ورشة فلفل اسود. بس مش هضيف حاجة تانية. طبعا بيبقى فيه كده ايه عند العطار، بيبقى فيه كده خلطة بطاطس البطاطس المحمرة. ممكن لو حابين ان انتوا تضيفوها تضيفوها. اي نوع توابل بتحبوه على البطاطس ضيفوه زي ما انتوا عايزين، دي حرية شخصية طبعا. بس وبوريكم الفكرة. هنا بقى قلت والقطع كده إيه محطوطة كده على الرخامة بالمرة. اقطع بقى اي عود كزبرة عندك، عود شبت، عشان نحطه برضو ايه على الطبق كده بعد ما تخلص البطاطس. عايز اقول لكم كمان اللي احنا ممكن نقطع فلفل اخضر ونضيفه برضو على البطاطس واحنا بنسويها. كل دي اختيارات زي ما انتوا عايزين. قطعت كده عود الكزبرة او البقدونس او الشبت، تحطه بقى في طبق صغير كده زي ما انتوا شايفين. ناخد بس الورق، بلاش ايه، بلاش العيدان، ومقطعاه كده ايه تقطيع صغير كده زي ما انتوا شايفين. بننضف كده الرخامة مكاننا. ويلا كده ايه على البوتاجاز حلة كده سخنة على النار، مولعة طبعا البوتاجاز. الحلة كده سخنت معايا،
ونزلت كده ايه يعني بحوالي معلقتين 3 زيت. شايفين كمية الزيت اللي انا ضفتها؟ شوية صغيرين خالص. سخنوا طبعا معايا، ونزلت كده بالايه بالبطاطس، تقلبتين كده بالحلة برضو، اغلف البطاطس كده بالزيت. طبعا الزيت ضيفاه عشان ما تلزقش في الحلة. وكمان نحاول يا حبايبي ان احنا البطاطس واحنا بنسويها على النار تكون الحلة ما بتلزقش. هنا بعد ما سبتها شوية اهي، بس كانت لسه ما استوتش معايا كده، كانت استوت خلاص، ما بتاخدش ثواني. اهم حاجة نهدي عليها النار شمعة. جبنا بقى كده الطبق، لو على نار عالية هتتحرق ومش هتستوي عادي. بصوا نار هادية خالص، زي مثلا ايه اما الرز كده بيكون استوى وخلاص ومطين عليه. شايفين البطاطس اهي، ما خدتش وقت وجميلة وطعمها يعني من بسيطة جدا وطعمها جميل. بنزل بقى كده كل اللي في الحلة. ممكن قرن فلفل اخضر برضو عليها بعد ما تخلص، او في الحلة وهي بتستوي برضو مع البطاطس، زي ما انتوا عايزين وزي ما تحبوا. هجيب بقى إيه نوع الخضرة اللي قطعته، اي نوع كده انتوا بتحبوه. البقدونس بيبقى حلو مع البطاطس، وبيبقى حلو الشبت كمان. مستوية خالص ودايبة. هنضيف بقى كده الكزبرة بتاعتنا او الشبت. كده يا حبايبي يكون وصفتنا خلصت وفيديو النهاردة خلص. يا رب يكون عجبكم. متنسوش بقى يا حبايبي تدعمونا بلايك كده حلو زيكم. بشكركم على التعليقات الجميلة، واستنونا في وصفة وفيديو جديد ان شاء الله يا احلى متابعين في الدنيا. وجربوا البطاطس دي هتعجبكم جدا جدا جدا.